مكافحة الجريمة قامت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من توقيف امرأة ورجل بتهمة المتاجرة الغير الشرعية للمخدرات. كما تمكنت ذات المصالح من الإيقاع بمروجي الأقراص المهلوسة على مستوى بلدية بوسفر بولاية وهران. ياسين حسين يفصل في الموضوع. تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من توقيف متورطين اثنين يتاجرون بالمخدرات في عقديهما الثاني بعد عملية التتبع والترصد لمركبتهما التي تعرضت لحادث مرور فجائي. بناء على معلومات وردت إليها تفيد بأن الشخص يبلغان من العمر 27 سنة و23 سنة على التوالي. قامت الفرقة فورا بتوقيفهم وتفتيش المركبة التي عثر على 39 صفيحة ونصف مما يقدر 10 كيلوغرام من القنابل الهدني، كانت مخبأة بإحكام تحت محول السرعة وكذلك في لوحة القيادة. وفي ذات السياق قامت ذات الفرقة من الإيقاع بمروج مؤثرات عقلية يبلغ من العمر 39 سنة. وبناء على تسخيرة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك قامت ذات الفرقة بتفتيش مسكنه أين عثر على 536 قرص مهلوس وكذلك بندقيتان صيد بحري وسيف داخل منزله. وللإشارة فإن الشرطة قامت بتحرير إجراء قضائي ضد المتورطين سيحلون بموجبه أمام العدالة للضرب بيد من حديد، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي.